جيت الهند وانا بفكر افتح مطعم مصري، فالنهارده قررت ان انا هبيع اكل مصري في الهند. يا ترى مشروعي هينجح ولا لا؟ معرفش، لكن يلا بينا نجرب. بسم الله. كتبت اسامي 4 اكلات وهشوف افضل هيختار ايه، واللي هيختارها هي اللي هنعملها في المشروع بتاعي. ده اكلات. يلا اختار واحده. وده ايه؟ اخترت ايه؟ مكرونه وبشاميل وبانيه. طب ده مكرونه بشاميل مش سبايسي يا ياسمين؟ لا هنعملها سبايسي. حط فيها شويه تاتش بتاعت هندي هنا. شويه بهارات، شويه مصالح. دلوقتي هروح بقى اجيب الطلبات بتاعت الاكلات دي وابدا احضر عشان مش فاضل وقت كتير، ويلا بينا. رحنا على السوبر ماركت وهناك كان لازم اشتري الحاجات المهمه بس، زي المكرونه. شايفين المكرونه؟ اخترت اي نوع مكرونه لان الانواع هنا مش كتير، فاخترت النوع اللي لقيته. والبهارات وكمان البتاع اللي بنلبسه واحنا بنطبخ عشان ما يوسخش الهدوم. ودي كانت الحاجات يعني اللي ايه مش عندي في البيت، لكن بقيت الحاجات كلها كانت موجودة عندي. السمنة والفراخ وكل الحاجات دي كانت موجودة في البيت اوريدي. اكتر حاجة فكرت فيها كان الاسم، واخترت اسم جنات كي مامي، يعني ام جنات بالعربي. الاسم ده في الهند على فكرة حاجة مختلفة ومحدش بيسميه، فمحدش يضحك عليا. وحطيت بقى في اليافطة صور الأكلات وأساميها وعلم مصر والهند، وكتبت أكل عربي مصري علشان الناس تفهم أنا بعمل إيه. وده كان الشكل النهائي. قولولي بقى إيه رأيكم في التعليقات. ورحت بقى علشان أطبع اليافطة بتاعتي، وحقيقي كان شكلها حلو قوي بعد الطباعة. كنت مبسوطة قوي لأن أول مرة أخد خطوة زي دي في حياتي. وكنت بفكر كده وبحلم لو مطعم أم جنات بقى من أكبر المطاعم العربية في الهند، يعني إن شاء الله في المستقبل ممكن يحصل. نسيبنا بقى من عالم الأحلام ونرجع للواقع. جبت الأطباق الفويل دي علشان أحطها في الفرن على طول وتطلع تبقى جاهزة للتوزيع، وكده تبقى أسهل كتير. وروحت بسرعة عشان أجهز الأكل، اللي أنا صراحة كنت خايفة جدا ومتوترة جدا لأن دي أول مرة أطبخ بكميات كبيرة، وكمان أول مرة أعمل الوصفة دي. تقريبا عملتها قبل كده الأفضل وعجبته، بس عمري ما عملتها تاني ومش عارفة هظبطها ولا لأ. بدلت اللحمة بفراخ لأن الناس هنا بتاكل فراخ اكتر، وبقى بهرت الفراخ بقى وتبلتها حلوة قوي، يعني شطة وتوم بالزنجبيل وحاجات عمرنا ما بنحطها. كنت متوترة في لحظة ان انا ايه اللي انا بعمله ده، انا ممكن ابوظ كل حاجة كده، بس قلت بقى خلينا نكمل ونشوف هيحصل ايه. حطيت البشاميل بتاعنا العادي جدا، بس حطيت عليه بقى صوص هندي بقى طعمه خطير جدا، ويكون لايق مع البشاميل اهم حاجه. بصوا لونه بقى عامل ازاي، باين ان انا بهرت كويس. وده كمان شطه زياده عشان الشطه تثبت نفسها اكتر. الريحه كانت خطيره يا جماعه، انتوا عارفين هنا في الهند بيحبوا الريحه القويه والطعم القوي. في اللحظة دي انا اكتشفت ان انا بعمل نجرسكو، مش بعمل مكرونة بشاميل بس عادي، يعني نجرسكو برضو حلوة. حطيت الفراخ عليهم كلهم وقلبتهم. سبت شوية بشاميل في الحلة علشان احطهم بقى على الوش عشان يبقى فيها اي حاجة من ريحة المكرونة البشاميل. ودلوقتي هنحط المكرونة في الاطباق الفويل علشان تدخل الفرن، وهنا بقى كل العيلة جت تساعدني. وكل شوية كنت بملي في الحلة الكبيرة دي وهم يحطوها في الاطباق الصغيرة ونحطها في الفرن وهكذا. وعملنا 100 طبق بالظبط. انا مش عارفه ال 100 طبق دول هيتباعوا ولا لا، بس انا كنت مجهزاهم على ان هم يتحطوا في الفرن. طبعا ساعتها بدات ان انا اجهز الفراخ البانيه علشان اقليها وانا هناك. بصوا شكلها ولونها طالعين حلوين قوي قوي، والصراحة انا تفائلت من اللحظة دي ان طعمها هيطلع حلو. لازم نروح علشان هم خلاص هيبتدوا البازار. شايفين ده بقى المكان اللي انا هبيع فيه النهاردة، ده زي بازار للستات بس هنا في الهند. تعالوا بقى اخدكم واوريكم كانوا بيعملوا ايه النهارده في الاكلات. كان في نبأ، ده اللي هو النبأ عارفينه، وكان في مقرمشات، كان في بيتزا وباني بوري، كله ستات هم اللي بيعملوه. ودي حتى الجولة اللي هي الجيلاتي كده، وبيحطوا عليها عصير كده شربات. كان في عصاير، كان في كفتة، وكانت حلوة قوي بجد عجبتني. وده بان حلويات هندية. ودي بقى برضو باني بوري، برضو كان في باني بوري كتير وانا اكلت باني بوري كتير الصراحة. وكان في برضو كاب كيكس وحلويات وكيكس، وكان في كل يعني انواع الاكل. وانا الصراحة كنت حاسة ان امامهم مش هعرف ابيع حاجة، بس كان في سمبوسة، كان في اكل من
جنوب الهند. كان في بنات عاملين اكلات حلوه قوي وصراحه كانت عجباني جدا. طلبت من افضل مساعده بس وهو ان هو يساعدني في الترابيزه علشان افرشها، وكمان اليافطه علشان اعلقها علشان الصراحه كانت محتاجه حد طويل. وده كان شكل المكان بعد ما عملنا كل حاجة. وكمان افضل جاب لي الانبوبة علشان كنا هنقلي الفراخ البانيه واحنا في المكان. بعدين كتبت بقى المنيو اللي هو تشيز تشيكن باستا، يعني مكرونة بالفراخ والجبنة. انا كتبتها كده علشان الناس يفهموا ايه المكونات اللي جوه، علشان بالنسبة لهم حاجة غريبة. ب40 روبية عملتها، يعني حوالي الطبق $0.50 يا بلاش. وقعدت بقى مستنية اي زبون يجي، كنت حاسة ان محدش هيجي يشتري اصلا. الحمد لله بعد شوية لقيت الناس بدأوا يجوا ويسألوا ويشتروا، ودي كانت اول مرة ابيع حاجة انا اللي عاملاها بنفسي. الصراحة كنت مبسوطة قوي، كنت بفكر اديهولها ببلاش كمان يعني من كتر الفرحة. بدأنا بقى نحضر الترابيزة علشان الاوردرات بدأت تزيد، وحماتي الصراحة جت تساعدني وكانت بتدعمني جدا، بما ان دي اول مرة في حياتي اعمل مشروع اكل. شايفين ده الطبقين اللي انا كنت حطاهم سامبل على الترابيزة علشان اللي عايز يجي يدوق يدوق. يعني ما كنتش عارفة اعمل ايه، بس بدأت تجيلي اوردرات وبدأت احس ان الناس جاية بقى بعد ما عجبها الاكل وجايين يطلبوا تاني ومرة كمان لعيلتهم مثلا. واللي جرب البانيه جاي يجرب المكرونة والعكس. طبعا الفراخ البانيه كنت عاملاها سبايسي جدا وكريسبي، كان طعمها حلو قوي الصراحة. هنا بقى بدأت ان انا اقلي الفراخ البانيه، كنت مجهزاها وحطيتها في الفريزر بقالي يومين، يعني مفرزاها كده في الفريزر. حماتي هنا بتشرح للناس ايه اللي انا عاملاه يعني، او الاكل عبارة عن ايه، انه اكل مصري. الناس اول مرة يعني الاكلات دي مش موجودة هنا. في فراخ مقرمشة بس شكلها مختلف تماما ومش نفس الستايل ده. مفيش باستا كتير، او ممكن الباستا اللي بتبقى موجودة مش بتبقى في الفرن. طبعا شايفين السعادة اللي على وشي لما لقيت حد جاي تاني ياخد تاني عشان عجبه اول مرة. الفراخ البانيه بقى كان عليها اقبال هايل من الاطفال، يعني انا هعملها هابي ميل كمان شويه من كتر ما الاطفال كانوا بيحبوها. وكنت بقدم مع الفراخ البانيه صوص كده كاتشب بالمايونيز بخلطات تانية، كان طعمه حلو قوي بجد. Yes, it's very tasty because and I like the flavor that they are adding in their chicken chips. It's tasty. Okay, thank you. البنوتة دي كانت جاية مع مامتها في الترابيزة اللي جنبنا، ودي كانت تالت مرة تشتري مننا فراخ بانيه. ساعتها بقى افضل كان في البيت، وكل ما كانت بتخلص المكرونة البشاميل كان بيبعت لنا اطباق زيادة. اكيد لاحظتوا ان احنا غيرنا اسم الاكلات، فالفراخ البانيه بقت تشيكن شيبس يعني فراخ زي الشيبسي، والباستا كيك يعني كيكة المكرونة. مع ان اليوم كان متعب وحقيقي تعبت جدا في الطبخ، لكن الناس كان رأيها بيفرح قوي، وكل ما حد بيجي بيقول لي عايزين الوصفة. هنا كانت بتطلب الوصفة، قلت لها هنزلها على اليوتيوب. ايه رأيكم انزل لكم الوصفات الميكس بين الاكل الهندي والمصري اللي انا بعملها مع نفسي دي، ولا انتوا حابين ايه؟ قولولي في التعليقات. واكيد توقعتوا ان احنا اليوم ده اتغدينا مكرونه وبانيه، يعني ده اساسي. الحمد لله انا ما كنتش متوقعه بجد النجاح ده، يعني ده اول مره اجرب في حياتي، ما كنتش متوقعه ان كل الكميه تخلص والناس يعجبها ويجوا يطلبوا مني اكتر من مره كمان. اما بقى بالنسبه للحلويات فما نسيناهاش، لان صاحبتي ام مسك جابت معاها بسبوسه ودونتس وكب كيكس، بجد حاجتها كانت لذيذه قوي واتباعت كلها برضو ما شاء الله. بس ده اخر دفعه. هو this is the last هنا؟ last. يلا يا بس.
يلا دوقي وقولي لي ايه رايك، ماشي؟ مكسوفه قوي. كده بس فاضل 10 11 والفراخ البانيه هنا بنعملها. فاضل. خلصت الفراخ البانيه، خلصت الفراخ البانيه. ये चिकन पास्ता केक، चिकन और पास्ता और वाइट सॉस और चीज. اخر واحده في المكرونه البشاميل. الحمد لله خلصنا الحمد لله. ياي مبسوطه. بعد يوم طويل جدا وتعبنا فيه جدا، دي كانت الفلوس اللي حوشناها من البيع كله بتاع اليوم. بعنا 100 طبق مكرونة بشاميل و50 طبق فراخ بانيه. الفيديو ده لأي حد نفسه يبدأ مشروعه وشايف ان هو ممكن ينجح بس خايف ومتوتر، ابدأوا النهاردة قبل بكرة وحاولوا في تجارب صغيرة كده زي ما انا جربت النهاردة، وصدقوني ربنا هيكرمكم ان شاء الله، واحتمال تبقى مشروع ناجح ويبقى حاجة كبيرة في المستقبل ان شاء الله. باي، مع السلامة.